بسم الله الرحمن وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بكم حبايبي في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير حبايبي. النهاردة أنا منزله لكم وصفة فعالة جدا جدا، مهمة خالص، دي لتنقية وتنظيف الكلى من السموم وعلاج الكبد وتنظيم السكر وعلاج النقرس للأبد للأبد للأبد. وهي الطريقة دي مشهورة جدا ومكونها بسيط خالص خالص، وده موجود عندنا في كل البلاد. موجود في ناس بتسميه ده اللي عندنا اسمه لبان الذكر، عندكم انتوا في البلاد العربية اسمه علكة المرة، او لو في اي واحدة يعني في اي بلد تعرف ايه هو النوع ده، يعني لو سمحتوا تنزلوه في التعليق عشان حبايبنا يتعرفوا على الوصفة كويس، عشان الوصفة تفيد الكل وتعم الكل. طبعا هنعمل حاجة بسيطة خالص، وهو لا ياريت تلتزمي بيه، ياريت جدا جدا تلتزمي بيه، عشان دي مفعولها رهيب. اللبان الذكر ده او علكة المرة ده نحن بنستعمل، يعني ممكن ناخد حصوية زي كده وبناكلها نندوغها، يعني على اساس ايه؟ بتفيد المعدة وتفيد الكلى وتفيد الحلق، الرئتين، كل حاجات في المعدة بتفيد فيها جدا. دي بناخدها نعملها زي العلكة كده نندوغها، دي مفيدة جدا. اما في حاجة تانية اسمها صمغ المر، ده يشبه نفس النوع زي كده، بس ده البشرة الخارجية او للجلد الخارجي، يعني زي علاج الجروح، زي الالتهابات، برضه هنزل لكم وصفة منه عشان تفهموه اكتر واوريك الفرق بين ده وبين التاني. هنجيب كوباية مية صغيرة كده اهو، مية من الفلتر، يا ريت تكون من الفلتر، عشان طبعا انتوا عارفين ان المية اللي في الحنفيات كلها سموم برضه، وكلها يعني حاجات يعني تتعب الجسم اكتر ما بتفيده. هناخد الكوبايه دي من الفلتر على كده، من غير سخين ولا من غير اي شيء. يا ريت لو تقدري تطحني الكميه دي، تطحنيها، عشان انت هتستعمل الوصفه دي شهر، انت تستعمليها شهر لو تطحنيها. انا ما طحنتهاش عشان يعني افيدكم اكتر، يعني اوريك النوع، اوريك شكل اللبان، وانت تطحنيها براحتك. لو طحنتيها هتاخدي معلقتين صغيرين من الشاي زي كده. طبعا لو هي مطحونة هتدي اكتر من كده، عشان المطحون بيزود الكمية. هتاخدي الكمية كده وتحطيها، اللي هي مطحونة تاخدي معلقتين صغيرين وتحطيها كده اهو في الكوباية وتدوبيهم مية عادية من الحنفية، وتغطيها كده اهو لمدة ساعة او ساعتين. دي حاجة براحتك، يعني على قد ما تقدر، يعني ساعة او ساعتين. يعني لو ساعة كويس، وبعد كده تقلبيها وتشربي كوباية على الريق زي كده صغيرة، وكوباية قبل النوم. دي هتستعمليها لمدة شهر. دي مفعولها خطير جدا، تنظيف الكلى والسموم وعلاج الكبد وتنظيم السكر والنقرس والالتهابات والعظام، يعني مفيدة جدا، وللمعدة وللقولون العصبي، يعني ليها فوائد كبيرة خالص خالص. يا رب حبيبتي تكوني استفدتي منها الوصفة، وتكوني هتعمليها، يعني حتى لو انت ما عندكيش اي تعب في الكلى او الكبد، خديها كوقاية، حتى لو مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. دي بصراحة جميلة جدا. انا عن نفسي اللبان الذكر ده كل يوم باخد حباية زي كده، اعملها زي علكة كده لحد ما ازهق منها وارميها. دي بتفيد جدا للجسم وتفيد لكل حاجة في الجسم. يا رب تستفادي حبيبتي، وتكون الوصفة سهلة وبسيطة. ولو اي تعليقات انا تحت امرك، اي سؤال انا تحت امرك. وما تنسوش تدعموني في القناة، تضغطوا لايك واشتراك، تكمل الفيديو للآخر علشان تشوفي الفائدة الكبيرة بتاعت البان الذكر. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.